بصي، هو أنا مستحرة ولا حاجة، بس انتي قاعدة دلوقتي تضربي كف على كف من ارتفاع أسعار الكائن الملظلظ اللي عيالنا مدمنينه ده. وعلشان الحال من بعضه، أنا مش بس هحللك مشكلته اقتصاديا، لا ده أنا هخليكي انتي كمان تفشي غلك فيه لما العيال ينرفزوكي من غير تأنيب ضمير، عشان عملتلك النسخة الصحية. ده غير انه عبارة عن كبسولات كولاجين مركزة تشيل 111 اللي اترسمت على وشنا من كتر وضع التكشير اللي العيال معيشنا فيه على طول ده. البنات اللي طلبوه مني كفكرة المشروع هسيب لكم المقادير مكتوبة بالجرام آخر الفيديو، وهقول لكم كمان رأيي بكل صراحة في الطريقتين اللي عملته بيهم. هبتدي معاكم بالنسخة الصحية. هاتي أي فاكهة تمشي مع نظام الدايت بتاعك واعصريها في عصارة الفواكه اللي بتفصل السائل عن المواد الصلبة دي، ولو مش متوفرة عندك ولا يهمك خالص، اضربيها في الخلاط وصفيها كويس. عبي العصير بتاعك في إزازة معيارية بالشكل ده، عشان أنا عايزة 300 ملي عصير بالظبط، أي ما يعادل كوباية الشاي أم إيد العادية الموجود في كل بيت مصر دي، بس تبقى مليانة على الآخر، وزودي عليها 6 معالق عصير كبار كمان. حطي العصير بتاعك في حلة على البارد كده، هو وباقي المكونات اللي هي 3 معالق كبار سكر دايت المخصص للحلويات، وده النوع اللي بستخدمه واللي دايما بيسألوني عنه في الكومنتات. وبعدين ضيفي 46 جرام جيلاتين بودرة، أي ما يعادل 5 معالق كبار. اختاري من نوع كويس ملوش ريحة وتأكيد انه حلال، عشان ده بمثابة كولاجين طبيعي لبشرتك. آخر حاجة ضفتها هي 70 جرام عسل أبيض، ممكن استبداله بعسل الجلوكوز، بس أكيد العسل الأبيض هيكون صحي أكتر. قلبي المكونات دي كلها على البارد كده، وبعدين ارفعيها على النار مع التقليب المستمر، وسيبيها على النار 3 دقايق كده من بعد لحظة الغليان. صفيها بقى، وبعدين ابتدي صبيها في القوالب السيليكون دي، ودي متوفرة حاليا في كل محلات الأدوات المنزلية عادي، وانا بفضلها جدا عن البلاستيك عشان بزقها من تحت كده فيطلع الكاندي معايا بكل سهولة. بصوا بقى الجمال، تخيلي كده تفشي زهقك في حاجة مستفزة زي دي من غير تأنيب ضمير، لا وكمان تعالجي عظمك وبشرتك. ندخل بقى بالطريقة التانية، ودي مش صحية قوي الحقيقة، بس تجاريا هي أحلى، وهي إنك تستبدلي 300 ملي عصير فريش ب 300 ملي كولا، يستحسن تكون دايت عشان نهون شوية من الضرر، وتضيفي نفس كمية الجيلاتين والسكر والعسل عادي، وتعملي نفس الطريقة اللي فاتت. ودي بقى هتكون النتيجة، الطعم تحفة، القوام يجنن، والشفافية دي مخليها مغرية للبيع أكتر. تعرفي إنك ممكن كمان تستخدمي الجيلي العادي، وده عن طريق إضافة 3 معالق كبار جيلاتين لكيس الجيلي مع كوباية مية مغلية بس، وارفعي على النار مع التقليب المستمر، وبعد كده صفي وصبي في القوالب لحد ما كل الكمية اللي عندك تجهز، والعبي بالألوان بقى براحتك، واستخدمي النكهات اللي تحبيها. بجد يا جماعة الموضوع ممتع قوي، مش بس في أكله، لا أنا كنت مستمتعة جدا وحاسة إني بلعب طول ما أنا بعمله، ده غير إن ما خدش وقت ولا جهد خالص في تحضيره. عايزة أقولك بقى إنك ممكن كمان تضيفي الباكت الجيلي معلقة جيلاتين واحدة بس مش 3، وبرضو كوباية مية بس مش كوبايتين، علشان تعملي لولادك جيلي متماسك يتحط في قوالب الآيس كريم ويتقدم بالشكل اللي يجنن ده، أو حتى يتكسر في كوباية هيفرحوا بيه جدا كطعم وقوام أكتر من الجيلي العادي بكتير. أما بقى بالنسبة للبنات اللي عايزة تعمل منه مشروع، أنا جربت مرة أغلفه بالنشا ومرة بالسكر وعليه رشة خفيفة جدا من ملح الليمون علشان يديني المزازة اللي شبه اللي احنا بنشتريها من بره، والحقيقة لقيت إن التغليف بالنشا أحلى بكتير. معرفش ليه السكر ساح عليه كده وممسكش، فخلينا في النشا أحسن. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك، وبناء على الرسالة اللي جاتني من البنت الجميلة دي، جدتي الله يرحمها كانت دايما تدعيلي وتقولي ربنا يحليلك عيشتك. يمكن عشان هي بحكم الخبرة كانت عارفة قد ايه الدنيا صعبة وعلى الكل، فبدل ما تدعيلي بتخفيف الحمل دعيتلي بقوة الكتف اللي يشيل. انتوا كمان بدعي لكل واحدة فيكم بالاسم، ربنا يحليلكوا عيشتكم ويرزقكم الكتف اللي يشيل. أتمنى لو الأفكار اللي قدمتها لكم عجبتكم تعملوا لي لايك وشير، وتسيبوا لي كلمة جميلة زيكم كده في الكومنتات عشان يوصلكم مني كل جديد. أنا شيماء البهائي.